اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. في السنغال المسحراتي مش بيصحي الناس عشان السحور، لكن بيقعد يطبل وقت الفطار قبل أذان المغرب. بيمشي في الشوارع يضرب على الطبلة بتاعته علشان يقول للناس إن ده وقت الفطار ويفطروا. العادة دي مش بس جزء من التراث، لكنها بتضفي أجواء احتفالية خاصة جدا برمضان في السنغال. ها، كنت تعرفوا إن في مسحراتي في السنغال؟ اكتبوا لنا في التعليقات واستنونا كل يوم مع حكاية جديدة عن مسحرات جديد في مكان جديد وفي شكل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم.